حول الصراع الدائر بين التيار المحافظ والتيار الحداثي حول إشكالات التي طالت مدونة الأسرة. فبالنسبة لي شخصيا أرى أن هذا الصراع ناتج أولا عن سوء فهم متبادل بين التيارين وعن ضعف اطلاع. فبالنسبة للتيار الحداثي أو التقدمي هو ينطلق بمرجعية كونية حداثية يستقي أسسها ومبادئها عادة من خلال فلسفة الأنوار الفترة الحديثة، ويغفل مجموعة من الاجتهادات المتنورة داخل الحضارة العربية الإسلامية من خلال تيارات تقدمية كانت كتيار المعتزلة وبعض الفقهاء المتنورين من مختلف المذاهب، بالإضافة للفلاسفة واللي كنعرفوا منهم يعني ابن رشد الفقيه والطبيب قاضي قضاة قرطبة. و يعني في هذا الإطار يعني أتوقف عند الانفتاح الذي كان بين المذاهب يعني في عصور المشرقة، بداية خصوصا في عصر المأمون الذي يعني طور ما سمي ببيت الحكمة اللي كان منفتح على الفلاسفة وعلى الفقهاء، وكان بلاط المأمون يعني يعقد مناظرات بين فقهاء من مختلف المذاهب بل رجال دين من مختلف الأديان، و كان يشرف احيانا او يتدخل احيانا في يعني هذه الحوارات، واحيانا يعني ينتصر للراي والراي الغالب ويفرضه او لا يقوم بتبنيه يعني في الامبراطوريه. ايضا في العصر ديال المعز لدين الله الفاطمي يعني الازهر على يعني من الخلفاء الفاطميين الذي وضع اسس الازهر الشريف الذي كان يعد مناره يعني منفتحه على جميع المذاهب وجميع العلوم قبل ان يتم اغلاقه في العهد الايوبي. وبالتالي فهذا التاريخ ديال الانفتاح والتلاقح والتناغم ويعني التبادل بين المذاهب عنده تاريخ. يعني في العصر الحديث مثلا نتحدث عن تجربه ديال المراجعات يعني مجموعه من الرسائل المتبادله بين شيخ الازهر سليم البشري في الثلاثينات مع مرجع جبل عامل شيخ شرف الدين الموسوي. وهذه التجربه سوف تتطور فيما بعد لتنبثق عنها دار التقريب بين المذاهب يعني الاسلاميه، حيث تبنى الازهر يعني تم فتح كراسي يعني المذهب الامامي والمذهب الزيدي في الازهر، وتم ايضا فتح يعني كراسي لتدريس المذاهب السنيه في ايران وحتى في يعني في لبنان. وبالتالي كان هذا التلاقح بين يعني فقهاء من مختلف المذاهب، وكان الاستفاده من حلول متبادله هي هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه اليوم، مدونة الأسرة وغيرها. و هذه التجربة طبعا استفاد منها يعني حتى يعني استفادت منها يعني مجموعة من التجارب. مثلا ملي كنتكلموا على المدونة ديال 2003 التي نطقت يعني عن هذاك الصراع اللي تكلمنا عليه، فنعطيو مثال ديال ولاية المرأة الثيب على يعني نفسها في الزواج، ولاية المرأتين في الزواج. فهذه المسألة كاينة في الفقه الإمامي يعني في الجعفري، واستفاد منها يعني الحنفية بعدا في الأزهر، وحتى يعني المالكية نعم طبقت المدونة الأخيرة. وهنا يعني سوف أتوقف على جوج ديال الإشكالات اللي للاسف بقات عالقه رغم يعني مجموعه من الدعوات ومجموعه من الاجتهادات اللي نادى بها الصف الحديثي وحتى بعض الفقهاء والدعاة المتنورين. هي الاشكال ديال الوصيه لا وصيه للوالد، ومشكل ديال التعصيب الذي يعني يقصرونه ويحصرونه على الذكر، فلأولي عصبة ذكر. اذا غادي نحاول نتوقف على هاد جوج ديال الاشكالات. بدايه فالحديث ديال لا وصيه لوارث اللي هو مشهور يعني في مجموعه من الكتب السنيه، ولكن هاد الروايه هذه يعني فيها اشكال ما بين يعني داخل المذاهب السنيه نفسها، فيها اشكال كبير جدا، بحيث انه لم يروى في الصحيح ما يعرف بالصحاح. يعني السنه كنتكلموا على البخاري ومسلم وحتى الامام مالك، ما كاينش هذا الحديث في المدونه ديال الامام مالك. بالاضافه الى ان الصحابه المكثرين في الروايه يعني عن
السنة لا يرون هذا الحديث، سواء أبو هريرة ولا أنس ولا ابن عمر ولا عائشة رضي الله عنها. بالتالي فهذه الرواية هي محط جدل وخلاف كبير. ايضا في السند ديالها ماشي فقط غير في المتن ولكن حتى في السند. نبداو بالسند فكاين مجموعه من الرواه من داخل السند اللي ايضا تم الطعن في يعني رواياتهم، من اشهرهم شهر بن حوشب الذي قال في ابو حاتم الرازي لا يحتج بحديثه. وتفرد سعيد بن منصور في روايه احدى روايات هذا الحديث عن يعني رواه عن سفيان بن عيينه، وسفيان قيل بانه مدلس. هذا من ناحيه السند. من ناحيه المتن فهذا الحديث يخالف آية قرآنية معروفة، يعني يقول تعالى في سورة البقرة 133: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. آية واضحة وما كاينش شي آية كتنسخها. يعني الناس اللي كيتكلموا على أن هذه الآية منسوخة أو لا بأحكام الإرث ف هذا الامر يعني مغلوط، لان الاحكام ديال الارث كتحدد الاسهم، كتحدد الناصب، وهذه كتكلم على الوصيه. ودائما ملي كيجي شي ايه ديال الارث موراها من بعد وصيه يوصى بها او دين، يعني الوصيه والدين. ثم الناس اللي كيتكلموا على مثلا ان السنه تنسخ القران وكيمشيو للحاجه ديال الوصيه للوارث، فالقران كما هو معروف ويعني لا خلاف على انه محفوظ، في حين ان السنن وقع فيها مجموعه ديال الخلافات والطعون يعني العصور المختلفه اللي كان فيها الوضع والصراع بين المذاهب، مما يعني خلف واحد مجموعه ديال الاشكالات اللي لحد الان باقي مازال يعني عالقه بين علماء الرجال وعلماء الحديث. وحتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث مشهور: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني وصلته يعني اخبار موضوعه على لسانه. بالنسبه للتعصيب غادي نرجع للتصريح ديال الدكتوره اسماء المرابط، كانت تكلمت على المساله، قالت ان قد شرحت موقفي المؤيد لالغاء التعصيب، اي ان لا وجود له في القران بل هو نتاج مجهود فقهي ولا يعترف به الشيعه. عطات مثال ديال يعني المذهب الامامي او الشيعه اللي كيرجع الامام جعفر الصادق، جعفر محمد الصادق، لذلك يقال له المذهب الجعفري. و اصلا نعرفوا بان الامام جعفر محمد الصادق يعني في العصر ديالو راه كان على تواصل مع كبار ائمه السنه. يعني الامام مالك كان يعني يقول الشعر في الامام جعفر الصادق، يعني في التقوى ديالو، في العلم ديالو، الورع ديالو. بالنسبه للامام ابو حنيفه النعمان تتلمذ على يدي الامام جعفر الصادق سنتين وهو ياخذ منه يعني العلم، الى ان قال لولا السنتان لهلك النعمان، اللي صحح يعني مجموعه ديال المواقف والمعتقدات ديالو بناء على فقه ديال الامام جعفر الصادق. اذا في هذا الاطار طبعا مادام تكلمنا في البدايه مهدنا بالانفتاح على المذاهب، يعني ما يسمى اليوم الفقه المقارن، فغادي نشوفوا يعني شنو كيقولوا يعني الشيعه في هذا الاطار هذا. ف توريث العصبه مع ذوي الفرد قريب يحصره السنه في الذكور يعني بناء على روايه مشهوره مرويه عن طاووس يقول فيها: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي عصبة ذكر. فبالنسبة لهذه الرواية يردها الشيعة بداية بالقرآن الكريم محتجين بالآية السادسة من سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، حيث دلت هذه الآية عندهم على المساواة بين الذكور والإناث في استحقاق الإرث، لأنها حكمت بالنص ما حكمت به للرجال في الوقت الذي فرق فيه القائلون بالتعصيب عند أهل السنة بين النساء والرجال. فيرون أن ما بقي من الفرض يجب رده على صاحب الفرض القريب من الميت، يعني الأقرب للميت، وإن ترك بنتا واحدة أو خلف البنات فقط، فالتركة عندهم بكاملها للبيت أو للبنات، وليس لأخي الميت شيء. وإذا لم يكن له أولاد ذكور ولا إناث وكان له أخت أو أخوات فالمال كله للأخت أو الأخوات ولا شيء للعم، لأن الأخت أقرب منه. يمشيو القرب أو البعد من الميت، وذلك بناء على قاعدة الأقرب يحجب الأبعد. هذه هي القاعدة اللي كيمشيو لها. كما أن بعض قضايا التعصيب تخالف صريح القرآن الكريم، فتوريث الأخوات مع وجود البنات يخالف نص الآية الكريمة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فاشترط لتوريث الأخت غياب الولد مطلقا. والولد عند العرب وحتى في الاصطلاح القرآني يقصد به المولود
مطلقا كان ذكرا أو أنثى، وليس فقط الذكر كما ذهب إلى ذلك جماهير من الفقهاء. من جانب آخر فهم لا يثقون بطاووس الذي يعتبر ضعيفا عندهم، فيمكنون بالتالي نسبة الحديث الذي يحتج به السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويردون روايته برواية أخرى حتى هي مشهورة، حيث ورد يعني رواها أظن ابن حجر العسقلاني في كتاب تهذيب التهذيب، ورواها علامة الحلي في كتاب تهذيب الأحكام، هذه رواية مشهورة. روى ذلك أبو طالب الأنباري قال حدثنا محمد بن أحمد البربري قال حدثنا بشر بن هارون قال حدثنا الحميدي قال حدثني سفيان عن ابن أسحاق عن قاري بن مضرب قال جلست عند ابن عباس، هي رواية تنسب إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو بمكة، فقلت يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وعن طاووس مولاك عن طاووس مولاك يرويه أن ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر. قال أمن أهل العراق أنت؟ ابن عباس يسأل من سأله أمن أهل العراق أنت؟ قلت نعم. قال أبلغ من وراءك. هنا تعرفوا أن كانت صراع ما بين الروايات، يعني هذه الحرب كانت، هذه الإشكالات كانت ديك الساعة كانت. أبلغ من وراءك أني أقول إن قول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله، ويحاججه بالقرآن الكريم. وهل هذه إلا فريضتان وهل أبقت شيئا؟ ما قلت هذا ولا طاووس يرويه علي. قال قاري بن مضرب فلقيت طاووس فقال لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم. قال سفيان أراه من ابنه عبد الله بن طاووس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا، يعني بني هاشم أو العلويين. وسليمان بن عبد الملك هو الذي قتل هاشم عبد الله بن محمد بن علي المعروف بن الحنفية، يعني بالسن ضمن وعلم، يعني كان هناك الصراع ما بين العلويين وبين الأمويين حاضر حتى في الحرب ديال الروايات وباقي ليومنا هذا. ويفكر إذا هذه الرواية انتهت، ويفكر اليوم يعني الكثير من طبعا المتنوعين يعني من تيار يعني السني في الأخذ بهذا القول لتجاوز هذا الإشكال ديال التعصيب، خاصة وأن العصبة من الذكور يلزمهم في الواقع النفقة على أبناء وبنات الأقارب في حال وفاة موعليهم طبقا لقاعدة الغنم بالغرم، مما لا يلتزمون به ولا تفرضه حتى مدونة الأسرة في مادة 197 التي تنص على أن النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام المدونة، وليس على أمامهم أو أولاد أمامهم أي واجب مالي. يعني هما كيجيو كياخذوا الإرث وكيتسبوا في مشكل، تقدر الأسرة ديال الميت تبيع الدار، واخا دابا الحمد لله هذا التغيير الجديد اللي في المدونه راه خلى بيت الزوجيه الام يعني قبل كانوا كيتسبوا في مشكل، كتباع الدار وكتقسم الاسهم وكتشرب الاسره. هذا من جانب. من جانب اخر كما اشارت الاستاذه فالمراه الان اصبحت تساهم في الثروه يعني في الاسره والمجتمع، الشيء الذي كان حكرا على الذكور فقط خصوصا داخل المجتمعات القبليه يعني التي ظهرت فيها الاسلام. فحسب المندوبيه الساميه للتخطيط نعطيو بعض المعطيات، تساهم النساء بحوالي 21% من الثروه الوطنيه، وتمثل اكثر من ثلث القوى النشيطه بالبلد، ونسبه 70% من مجموع الاطر العليا. اذا يعني كخلاصات اللي ممكن يعني نختموا بها، فملي كنتكلموا على الفقه هو اشرف العلوم كما يقال، ما كيعنيش فقط حفظ القران والحديث ولا لا، فالمجتهد يعني يلزمه مجموعه من العلوم حتى يقال له فقيه. يعني كنتكلموا على اللغه العربيه، كنتكلموا على دراسه احوال الامم، المجتمعات، التاريخ، مواكبه التطورات والمستجدات التي يعني تعرفها المجتمعات، في حين نجد بعض الدعاة الجدد يعني يستندون الى روايه احيانا تكون ضعيفه او لا مجهوله يعني طرح فتاوى واحكام احيانا تعارض يعني التطور وتعارض المستجدات التي تعرفها المجتمعات. هذا من جهه، وبالتالي ف الانفتاح الان بات ضروريا بين يعني على مذاهب اخرى يعني
هذا الشيء ربما كيتقاطع مع الصف الحداثي، مع مطالب الصف الحداثي التي يعني ينادي بها. وفي هذا الاطار ف يعني ندعو الى اعاده النظر في الماده 400 التي تجعل الاجتهاد حبيس المذهب المالكي، وبالتالي تعيق يعني هذه الخطوات التي نتحدث عنها. وهذا الشيء طبعا لا بد ان يواكب المعاهدات التي وقع عليها المغرب، المعاهدات الدوليه اللي هي ملزمه، بالاضافه للتنزيل ديال الديباجه ديال الدستور الجديد اللي هي ديباجه متقدمه مقارنه ببعض النصوص اللي كاينه في القوانين، وبالتالي يعني ابقاء المراجعات واجتهادات يعني مفتوحه في اطار التلاقح يعني بين. وشكرا جزيلا. مشكور الأستاذ محمد أهديل على مداخلتكم القيمة والتي من خلالها عرضتم بعض الإشكالات مدونة الأسرة في أفضل المقارن، من خلال اعتبار أن الخلاف هو نابع من عدم الفهم الصريح والواقعي، لاعتبار أن داخل هناك تيارات إسلامية منفتحة منذ بروز الدولة الإسلامية إلى يومنا الحالي. فالتاريخ أكد على الانفتاح والتبادل بين مختلف المذاهب والتلاقح والاستفادة من الحلول المتبادلة. وأعطيتم مجموعة من الأمثلة كولاية المرأة التيب عن نفسها بالزواج. طرحتم أستاذ أيضا إشكاليتين عريقتين دعوتم إلى اعتماد هذا الانفتاح من أجل حلها، وخاصة الوصية للوارث والتعصيب. إذا ما يمكن استنتاجه أستاذ من خلال مداخلتكم أن الفقه من مجمله يجب الأخذ به والانفتاح على مذاهب أخرى كنقطة توافق بين التيارات المتصارعة لإيجاد حلول منصفة لكل أطراف الأسرة. شكرا أستاذ على مداخلتكم.